كنت تعرف قبل كده ان اغنية يا ليلة العيد اللي بتغنيها ام كلثوم كان سببها بياع متجول؟ في يوم من الايام يا صديقي ام كلثوم كانت رايحة تسجل اغنية في الاذاعة، وهي كانت داخلة الاستوديو سمعت بياع متجول بيقول يا ليلة انستين. وعايز اقول لك ان الكلمة دي عجبت ام كلثوم جدا، وبعد ما سمعت الكلمة دي دخلت الاستوديو جاري وقالت لبيرام التونسي اكتب لي اغنية للعيد يكون مطلع الاغنية يا ليلة انستين. وبالفعل بدأ بيرام يكتب الاغنية، لكن بيرام وهو بيكتب الاغنية تعب في النص وكملها احمد رامي، واللي لحن الاغنيه دي زكريا احمد، وغنتها ام كلثوم لاول مره في وقفه عيد الاضحى سنه 1937. وسنه 1969 السنباطي اعاد تلحين الاغنيه تاني وغنتها ام كلثوم في وقفه عيد الفطر. وسنه 1944 يدخل الملك فاروق حفله ام كلثوم اللي كانت معموله في النادي الاهلي. وعايز اقول لك ان في الليله دي ام كلثوم كانت عبقريه جدا لانها زودت كوبليه صغير في الاغنيه ما كانش مكتوب اصلا، والكوبليه ده